هذا فيديو تحت الطلب ديال الأصدقاء ديالي في التيك توك. المهم كبيدات ديالي هذا السفوف كما كتشوفوا معايا غزال زوين 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 بزاف. واخا نعيا ما نشكر لكم الكبيدات ديالي، راه هو شاكر راسو. شوفوا غير التعليكه كيفاش داير، غزال اللوين حتى هو كيفاش مذهب. الا بغيتوا تحصلوا على هاد السفوف تابعوا معايا الفيديو وغتحزموا ونوضوا وجدوا لي هاد السفوف. ما شاء الله اللهم بارك. كما كتشوفوا معايا عندي كيلو ديال اللوز اللي قشرته وقليته في الزيت، وكيلو ديال اللوز اللي حمرته بالقشره ديالو، وجوج كيلو ديال الزنجلان، وجوج كيلو ديال الطحين اللي هي محمره راه هي دايرها في البانيو. غادي نطحن انا غير في الدار، كيجي واحد الصفوف غزال 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 بزاف وبنين ما تشبعوش منه. صافي كبيدات ديالي كنطحن في الهاشوار، ولكن كنطحن مزيان حتى كيتطحن، يعني ما كنخليش غير مهرمش. هذا اللوز اللي تيكون اللي كيكون بالقشره ديالو، واللوز اللي تيكون مقشر كنحاولوا هكا كنضربوه غير شويه باش كيبقاو لينا دوك الطريفات في وسط اللوز، كيجيونا هكا عاطين مريضه وعاطين حتى مذاق، ما يجيش كلشي غير محمر. هانتوما ما شاء الله كنطحنوه حتى كيتحمر مزيان. كيبان لينا هكا صافي بدا كيولي رطب ما كيبقاش يبان. كنعاودو عاوتاني نطحنو، وان شاء الله حتى الجنجلان حتى هو كنطحنوه ماشي حتى كنخليوه يولي غبره، كنخليوه هكا بحال مضروب غير على جوج ثلاثه بحال هكداك. عندي هنا شويه المسكه حاره، جوج معالق ديال النافع، وشويه القرفه. هادشي اللي كندير انايا في السوف ديالي باش كيجي السوف بنين وما كيجيش كيقهم. شوفوا معايا ما شاء الله الجنجلان، هذا اللوز اللي ضربته غير شويه، وهذا اللوز اللي محمر بقشره ديالو طحنته مزيان. كنشد هذا الطحين هانتوما كيفاش داير محمر. من الاحسن البنات المبتدئات حمروه في الفران ديال الزنقه او ديال البرا، راه كيجي زوين هكا كيتحمر دغيا. واللي عندها الوقت والخاطر راه تحمروه في الدار هكا في شي كوكوط ولا في شي فران يتحمر. صافي كنديروا جوج معالق ديال النافع ومعاهم شويه حبه حلاوه معلقه، هذه المسكه الحره، وكندير القرفه عندي حتى هي جوج معالق. هادشي اللي كندير. بالنسبه للبنات قلتوا على حساب السكر، انا دايره السكر دايره كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي. صافي هادو هما النواشف كما يقولوا لهم. صافي غادي نشد هاد النواشف نبقى نخدم مزيان باش فاش نجي ندلك الصوف ديالي ما يعذبنيش وتبقى كل حاجه كاينه فيها بلاصه بهذا الشكل هذا. صافي كنجيب انا باش كنخلط الصفوف، كندير فيه الزبده ديال سونطرال، كنخليها كتغلي واحد شويه ومن بعد كنصفيها كنحيد فيها داك الحليب. ها هي هذه اللي درت. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الزبده اللي ذوبتها فقط وخليتها حتى تحيد منها داك الحليب ديالها، حيت هذاك الحليب كيحمض لينا الصفوف الا بقى واحد المده. صافي وكان بعد كنجيب الزيت اللي كتكون زيت نوار الشمس، وكنخلط به هاد الصفوف ديالي. زيت نوار الشمس ما ديروهاش البنات هكا مباشره، يعني من القرعه لسميتو، حتى هي كنديرها في شي كاسرونه وكنخليها كتسخن حتى كنحس بها بحال طابت، وكنطفي عليها يعني ماشي كتعلى درجه الحراره ديالها. وكنبقاو هكا كندلكو هاد السفيفه ما شاء الله اللهم بارك حتى كتخلط مزيان. وحنا كنزيدو في هذيك الزويته اللي طيبناها، ولا تقدروا ديروا حتى ديك الزيت اللي كتقليو فيها اللوز. صراحه انا ما كنديرهاش، ولكن كنشوف الناس كيديروها. انا كتجيني هاد طريقه السفوف كتجيني بنينه بنينه بنينه، ما كتكهمكش السفوف وكتاكلي فيها شحال ما كليتي، ما كتحسي حتى شي حاجه كتحرقك ولا كضرك، يعني داك المذاق اللي تيكون ديال الحرقه. صافي كنبقى نزيد الزيت وانا كندلك الزيت وانا كندلك. الناس اللي كتعجبهم فيها العسل، الصراحه السفوف ديال العسل ما كتجيش زوينه، كتجي كامله مكوره وما كتجيش زوينه. صافي من بعد ما دلكتو هانتوما ما شاء الله غطيتو وخليتو كيشرب واحد شويه، ومن بعد نعاود ندلكو. وهذا هو السفوف ما شاء الله كيف معلك وزوين وبنين. غادي نزيد واحد شويه د اللوز من الفوق ديال التزيين. ايوا كندير هذه راه كوموند، الناس اللي ما عارفينش انا كنخدم لي كوموند، وهذا احسن سفوف كيديو عندي الكليان وكيشكروني وكيعاودوا. اللي بغى شي حاجه حتى هو مرحبا به. ايوا صافي غادي نقاد الكميه ديالي ونقاد الكليان ديالي وبصحتهم وراحتهم، وحتى نتوما بصحتكم الا وجدتوه. وما تنساونيش من واحد اللايك زوين لهذا الفيديو وكومونتير حتى هو الا جات على خاطركم. يلا نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.